مين هيطمني دلوقتي؟ طب انا محتاج انام، ومش هنام الا وانا مطمن، مفيش غيره. انا اقدس الرئيس حسني مبارك الحقيقه يعني. لماذا؟ لاني اشعر شعورا يقينا انه خادم لهذا الشعب، يسهر على راحته ويصحو في الصباح علشان يفطره. يعني اللي بيعوز جبنه بيديله جبنه، واللي بيعوز بيض بيديله انا بيض. اقدس هذا الرجل واعطيه حقه، وانا رجل اعلام وعارف بقول ايه. انا حاصل على الدكتوراه من جامعة بيج آس، وجامعة بيج آس جامعة كبيرة قد كده اهو، وانا خريج هذه الجامعة، خريج كبير يعني. ولهذا فانا اعي ما اقول عن السيد الرئيس مبارك. هو رجل وطني وانا اقدسه. ليه؟ لان دماغه كبيره. مش دماغه كبيره يعني راسه كبيره، لا، بلاش غباء. انا اكره الغباء. انا لازم اقول ايجابيات، لاني لا ابحث عن الاثاره، والاعلام الحقيقي لا يبحث عن الاثاره، وخاصه خريجي جامعه بيج آس. مصر تنعم برئيس لا يوجد مثله، لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا حتى في الكيمياء، وده على مستوى العالم. وعندما أشاهد إنجازاته العظيمة مثل مترو الأنفاق مثلا، أقول من أعماق قلبي حسني مبارك راجل ذوق، مشى المترو تحت وفوق. أقسم بالله العظيم ثلاثة، أنا مش منافق، أقسم بالله العظيم ثلاثة، أنا مش منافق، وبكره اللي بينافقوا. وأزيد من القول وأقول حسني مبارك يا معلم خلي الشبكة تتكلم. وأقول كمان حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. وأنا أتحدث بشكل علمي حسب ما تعلمت في الجامعة العالمية، وهي جامعة بيج آس. أتعلم هناك في هذه الجامعة الحقيقة العارية كما كشفت عنها لحضراتكم وأفصحت عنها. جامعة بيج آس يعني اللي بتكلم عليها، جامعة تشمل قسمين أساسيين كبيرين متساويين. جامعة ترتدي لباس العلم والثقافة. ياه، ده الواحد ممنوم. وأعطيه ايه ده؟ انا نام النوم ده كله وانت لسه بتتكلم؟ بقول ايه؟ ده انت راجل جميل بشكل. ربنا يخلي لك جامعة بيج آس ويكبرها لك اكتر واكتر. بيج آس. وانا معايا المخطط الكامل وعملت عليه رسالة في جامعة ايه؟ ايوه الله ينور عليه، جامعة بيج آس. 6 شهور يا جماعة، 6 شهور. هو في ايه؟ ما الراجل قال 6 شهور.
والست شهور دول هيعدوا زي الهوا. ولو 8 شهور فيها ايه؟ خليهم يا سيدي 10 سنين. يعني هو في اسرع من الايام؟ اصبروا يا جماعه، اصبروا. طب انا هقول لكم على سر خطير جدا هيغير مجرى الامور 190 درجه، وهيقلب الحكايه راسا على عقب. وده سر بعترف بيه انقاذا لمصر في هذه اللحظه الراهنه. السر ده هو انا هقوله توكل على الله. انا زملكاوي. حتى انت يا بتاع البط. انا هحكي لكم احدى صور الفساد التي كانت في هذا العصر الحزين. تخيل في مجلس الشعب تنازلت انا وتعطفت عليهم وتقدمت بطلب عشان ابقى رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام. وانتوا عارفيني طبعا دي أقل حاجة تناسبني. ألاقي يتريق ويلقح بالكلام ويقول إن رئاسة اللجان ليست بتقديم الطلبات، دي ليها معايير ومواصفات. ليه؟ شايفني سفيه؟ أنا مش سفيه يا بيه، ده أنا من صغري وأنا عبقري، وكنت بطلع الأول في جميع الأنشطة المدرسية. من وأنا قد إيه؟ من وأنا قد كده أهو. كنت بعمل أرقام قياسية وأستطيع إني أنشف ريق العيال. اي حاجة بالبق انا متفوق فيه. اهو عندك الكلام والخطب، انا خطيب مفوه. والكبير ده هو النبراس اللي بنمشي وراه. لقيته في يوم من الايام جاب جلابيه خضراء وجزمه خضراء وعمة خضرة ومسك سجاط وقعد يقول اني خضرة اني خضرة. المهم